نعم. نحن نقول أيضا لم يعر اهتماما يوما لمعاناة النازحين والمهاجرين بإطالة عمر المعركة والمقصود والمتعمد، بأنه أصلا لا يعلم عن المعركة شيئا ولا يقودها، والبطانة الفاسدة المفسدة التي حوله التي تحتويه منذ فترة طويلة تكذب عليه وتزين له المشهد للأسف الشديد. نقول أيضا وعندما زاره كبرى العراق المنطقة القضاء هنا كان الخبر الكارثي وتحدثنا عنه الآن الذي أدخلنا في المصادمات السياسية التي لا علاقة لنا بها كأبناء مؤسسة عسكرية عريقة تم تأسيسها على أيدي الشرفاء الفضلاء الصالحين وعلى رأسهم الملك إدريس السنوسي عام 1941. نحن مؤسسة عسكرية عريقة لا يمكن إدخالنا في المصادمات السياسية. عندما اختار هو منصب وزير الدفاع والقائد الأمن وطلبه من كوبلر الذي ذهب إلى الشيخ وتحدث عنه في جنيف وقال الجنرال حفتر طلب مني وزارة الدفاع والقيادة العامة وقلت له هذه في يد المجلس الأعلى للدولة، هذا هو مجلس الوصاية. عندما طلبها ووعده بها كان يدعى رجلا ورمزا. أما الآن عندما وجهت وزارة الدفاع ورشح لها العقيد المهندس النادي البروسي الذي نحن لا نقف مع حكومة الوصاية، نقف مع رجال الشرفاء فقط منهم ولا نقف مع أحد. نقول نحن نقف مع الوطن وللوطن وما يختاره الشعب الليبي نحن معه. بمؤتمره الهزيل الصحفي قسم لنا المقسم، خلق لنا شرخا اجتماعيا، قسم ساحات النضال والجهاد، ساحات الكلمة الحق التي كانت ستخرج على حكومة الوصاية والعمالة والردة، بكلمة دارجة كما يقولون تم تبنيج الشارع الليبي بهذا المؤتمر الهزلي الباحث اليائس الذي خرج فيه هذا الرجل مع مجرد موظف الأمم المتحدة الذي أدخلنا به في مصادمات سياسية لا علاقة لنا بها كمؤسسة عريقة ولا علاقة لنا بالتجاذبات والأمور السياسية. أولا كنت محترما على الظهور في مؤتمر صحفي مع مجرد موظف في الأمم المتحدة ليس نظيرا للقائد العام مثلا ونحن نريد له الحصة والقيادة، ليس نظيرا للقائد العام مثلا كقائد، نظيره يكون كقائد عام جيش في دولة أو رئيس أركان أو وزير للدفاع. ثانيا والخطأ السابق وهو استقباله وبحضور شرف عسكري ومراسم عسكرية وإعطائه الواجب العسكري من ضباط للاستقبال وظهور الشرف. أيها الليبيين الشرفاء الأحرار، لا مجاملة في الوطن وسرقة دماء وعرض ونضالات وتضحيات الرجال وخيانة دماء الشهداء الأبرار، فالموقف جلل وجد خطير، فلولا الأمانة والمسؤولية الدينية والأخلاقية أمام الله سبحانه وتعالى ما خرجت بهذا المؤتمر الصحفي أو البيان، ولو خالفت يدي لقطعتها. لو انحرفت عن مصاري فعلى كل الليبيين أن يدوسوني بأقدامهم وأن يقطعوا في ساحات الوضع والنظام، ولكننا لن نخون كما صرنا على ضاغية عصره على القذافي وأذلناه من المشهد. للأسف الشديد لا يمكن السكوت على جرائم هذه البطانة الفاسدة المفسدة التي أهلكت الحرث والنفس من قتل واختطاف، من قتل دموي واختطاف وإخفاء قسري. هذا لا يرضي الماضي الشريف. نحن وضعنا يدينا في يديه واستكفينا عليه عندما كنا نحتفظ بأننا سنؤسس قوات مسلحة ومؤسسة عسكرية حقيقية، ولكن عندما انحرف عن المسار مثلما قلنا للقذافي كفى، وقلنا للإخوان المسلمين المفلسين كفى، وقلنا لداعش وأخواتها كفى، أيضا لخليفة حفتر وحاشيته وبطانته ومافيته الفاسدة المفسدة كفى وكلا والف كلا. وسنقف لك بالمثال، نحن مع الوطن وللوطن. كل أبناء القبائل
للاسف الشديد الذين وقفوا معه والكفوا عليه اثناء خلق النضال فرق الشهاد، وهذا اسم تاريخي لكل الفضائل الشريفه التي ضحت وقدمت ابنائها وقدمت الغاليه النفيس لم يحترمها ولم يكن لديه وفاء واحترام لهذه القضايا، بل يقول لي كلمه وبئس الكلمه، يقول لي كلمه وبئس الكلمه. لماذا لم تتحرك من مناطقك اذا كنت تتحرك مع هؤلاء البوادي كما قلت؟ نحن لن نركز على هذه الكلمات، نحن نقول أن المحاولة القتال بخير لأنه لا يعرف عنها شيئا ولا يقودها، ونحن براء منه. إذا كان رجلا فليظهر الآن في مؤتمر الصحفيين وليبرر. الحمد لله سبحانه وتعالى بأننا أمام الله سبحانه وتعالى أنبياء، فنظل أنبياء شرفاء كما يقولون بالدارجة. نحن نضيف يا خليفة حفتر وما في خليفة حفتر، لم نترك، لم نقتل، لم نرضى، ونحن براء، نحن براء من القتل والغدر وانتهاك الحرمات والاختطاف وحرق المنازل وانتهاك حرماتها وتهجير العائلة إلى طرابلس وغيرها وخارج البلاد. فلتأتي عائلتنا الشريفة التي هجرت وليأتوا أبنائنا الذين يكونون مشهورا ودخلوا في حياتهم القوات المسلحة. هل سمعت يوما عن القوات المسلحة أنها تقطع الرؤوس؟ القوات المسلحة تحمي الرؤوس، تحمي رؤوس الليبيين وتقبل رؤوس الليبيين وتموت من أجل الوطن والمواطن تموت من أجل الليبيين. فالموقف جلل وجد خبير كما قلنا، فلو الأمانة والمسؤولية الدينية والأخلاقية أمام الله سبحانه ما خرجت بهذا المؤتمر الصحفي، فلو خالفت يدي لقطعتها. نحن أصحاب كلمة حق وسنقول كلمة الحق، لأن الوضع في مضغة خطير، ولأن السكوت سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والضياع بما يفعله خليفة حفتر وبضامته المنحرفة عن مسارها. للأسف الشديد نحن نقول لكل مبنين الشرفاء، نحن ما ظلنا كفحنا الخوارج وكنا سبا منيعا بعون الله وقدرته قبل أن يخرج علينا خليفة حفتر وغيره من المدعين. نحن عندما استفينا على خليفة حفتر كنا نحتفظ فيه انه هو المخلص قالوا، ولكن معه قادر ورموز. لماذا لم يرد الامر علينا يوما؟ لم يشاورنا ويستشيرنا بل يعزلنا ويقول لنا تارة بعرض المناصب والمكاسب وتارة بالتهديد والوعيد والحرب النفسية على مدى عام ونصف. وانا شخصيا اتعرض للحرب النفسية وتحدثت عنها لمشايخ قضايا وتحدثت عنها لكل الشرفاء، ولكن قلنا الوقت صعب والمرحلة صعبة والموقف خطر، ولكن لا يمكن ابدا السماح للتوغل في دماء وحرمات الناس، حتى لو كان هناك مجرم ثبت عليه ولاءه ومبايعته للمدعو المجرم ابو بكر البغدادي امير الظلام امير داعش، يقدر يقدم العداله والمحاكم والمؤسسات القضائيه. اذا كنتم تريدون دوله وتريدون مؤسسه عسكريه وتريدون قوات مسلحه حقيقيه، هل سمعت يوما ان المؤسسه العسكريه تخلق جسم اصبع لمكافحه الظواهر السلبيه من الافراد المدنيين يختطفون ويقتلون؟ هل سمعت يوما ان ضباط القوات المسلحه والشرطه يقتلون ويقطعون الرؤوس؟ هم حماة الرؤوس وهم من يقبلون الرؤوس. بل يا ايها المجرمون القتله مثل ما داعش الان انتم في مركب واحد، ولكن نحن براء امام الله سبحانه وتعالى وامام الليبيين. نحن براء 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 من دماء الليبيين، سواء الذين اجرموا واشتركوا في عمليات الاستنزاف والقتل ضباط الجيش والشرطه مؤسسة الأمنية والعسكرية والنشطاء السياسيين والإعلاميين في بنغازي وفي غرنا وفي كل أرجاء الوطن وغيرها. نحن لسنا قتلة ومجرمين، نحن جئنا لكي نؤسس دولة حق بقوات مسلحة حقيقية إذا قبضت على المجرم أو ثم بعرضتها تسلمه إلى جهات الاقتصاد وإلى القضاء وإلى الجهات العدلية القضائية.
نحن لا نختطف، لا نقتل، لا نسرق، لا نحول أموال وعمل صعبة إلى الخارج، ولا ننتهك الحرمات. قد بلغ الشيء الجباه وانتهكت الأعراض وقتل الناس واختطفوا وأخفوا قصرا، وهذه نحن براء منها كمقاتلين كرجال بمهمة الوطنية النضالية. أنا لا زلت في منصبي وصفتي التي لم يحملها لي خليفة حفتر وأمثاله، أعطاها لي الشعب الليبي لأنها صنيعة نضالات وعرض ودماء وكفاح لم يصنعنا خليفة حفتر وغيره من الطغاة والقتلة والمجرمين أبدا. نحن لا زلنا مستمرين في منصبنا وفي وظيفتنا وفي منصبنا النضالي الوطني، ونحن تحت إرادة وأمر في ذلك الرجل الشريف الذي يمثله بالملك الصالح إدريس السويسي. يا شيخنا، يا رجل هذا الوقت، يا سيادة المستشار، يا أيها القائد الأعلى، قد بلغ التاريخنا يا سيادة المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، الأمر جد خطير وقد بلغ السير العباد. نحن تحت أمرتك ورهن إشارتك وإشارة الشعب الليبي. نحن لن نسمح لحكومة مصالح أو عمالة أن تفرض علينا ما لم تنبثق من تحت قبة البرلمان، وأن يحتمك البرلمان الشرعي المحترف به أمام العالم الذي لديه حكومة ولديه قوات مسلحة تقاتل وتقدم الأرواح والغالي والنفيس. نحن رحنا إرادة الشعب الليبي، ونحن رهن إرادته سمعا وطاعة للشعب الليبي الأبي ولكل أحرار ليبيا الشرفاء، ومنهم القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب عقيل صالح غريبا. نحن نبرأ من كل هذه الجرائم، كل هذه الأسماء التي ذكرتها من قادة ورموز ومناضلين ذكرناهم، نبرأ أمام الله سبحانه وتعالى من القتل والاختطاف وانتهاك الحرمات وحرق المنازل وهدمها وتهجير الأسر إلى طرابلس وغير طرابلس. نحن لسنا مسؤولين عن أفعال مافيا خليفة حفتر، عن أفعال مافيا وبطانة خليفة حفتر الفاسدة المفسدة. ويا أسفاء وبكل مرارة أقولها على الرجل التي كنت أكون له كل عزة وتقدير، وكنت أقول عليه وأطلق عليه لقب الفريق والركن السني. بئس السني أن تسحب هذا اللقب ويطلق على الرجال الذين يقاتلون في الميدان، الذين ذكرناهم من رموز الكرامة والذين يموتون من أجل الوطن ولم يجدوا حتى علبة سجن لكي يدخلوها وهم يحولون المال العام ويسرقونه ويحولونه إلى الخارج. هل يرضى كل مواطن شريف ليبي فيه ذرة من الرجولة والشهامة بهذه الأعمال الشنيعة، أعمال القتلة والمجرمين، أعمال المافيات؟ أنا لا أحتاج لوثائق ولا أحتاج لوثائق رسمية لكي يظهرها. نطقنا بالحق، لسنا سوى أسباب. لساننا الحق بأن الله سبحانه وتعالى ألهمنا بأن نقول الحق في وجه سلطان جائر دكتاتور بهذه الشخصية النرجسية المريضة وبهذه البطانة الفاسدة المفسدة التي أودت بنا إلى انشقاق حتى داخل القبائل التي اختطف أبنائها. هذه القبائل العريقة التي اتصلت حولك، لماذا اختطفت أبنائها حتى ولو كانوا مسلمين متطرفين أو داعشيين كما تقول؟ لست أنت من تختطف، الأعمار بيد الله وليس بيدك. أنت من تختطف، وهذه الجبال التي جنبك ويحركها هذا المدح حول الفرجان الذي يعطي ويثبت عليه. ليس هذا العبيد ومن حوله ومن بجانبه. آن الأوان لأن نقول كلمة حق في وجه سلطان جاهل دكتاتور وضع وهلك الحلف والنفس. والحمد لله رب العالمين أن الوقت لا زال في أيدينا والرجال ما زالوا يقاتلون من أجل الوطن، لا يتحدث أحد. أنا أعرف شيئا من صفحاتهم المشبوهة وجيشهم الإلكتروني
وصفحات المشروع التي يقودها هذا الممثل الأشرف الفارغ خليفة العميدي ومن حوله ستشن حرب إعلامية دعائية على محمد العزيز، ولكن بئسا وكما يقولون بالتاريخ جبلتكم 14 بيضة أن تتكلموا عني ببنت الشفائي أيها المجرمين الضالين المضلين. هذا المجرم النكرة، هذا الأبلح، هذا البحث خليفة العبيد النكرة الأشرف الذي سرق أموال الأستاذ حسن فضلاتي لكي يؤسس بها مكاتب ليبيا أولا في ليبيا، وقام بالهروب بها وسرقتها ويعني كما يقول احتلاسها، ثم أتى إلينا متوجها عندما كنا في بداية مجيئنا إلى مدينة مسجد الكرامة لولية الشرق، وقال أنا صحفي وأنا مرافق سأكون بجانبك وسأكون كذا، حتى عرفناه وحتى أوصلناه بهذه الجبهة الكاتبة المفسدة وعلى رأسها هذه الأسماء التي ذكرناها ولا يشتركنا بها الآن. أسماء هؤلاء المسلمين أو الجبهة الفاسدة اللي حوله هي من الصدد. هل هذا النكر الأشرف بالله عليكم يستحق أن يكون مديرا لمكتب إعلام بقيادة عامة لقوات المسلحة؟ هو فشل حتى على مستوى المراتب، هو فاشل، وليس لديه حتى شهادة متوسطة في الإعلام، ليس لديه شيء سوى توريه وتدبير هذه الأمتنا التي لا تذكر على الإعلام، وهذه المزارع والاستراحات التي يقومون بها بقضايا أخلاقية ووثقوا بها ويعرفون كل الشرفاء في مدينة مسجد الكرامة وولاية الشرق ماذا كانوا يفعلون في تلك المزارع والاستراحات. وهذا هو البيت الذي وضعوه. لم يقدروا تضحياتنا ونضالنا عندما كنا نقود حربا إعلامية مضلية ضد هؤلاء المجرمين الخوارج، وقمنا بهذا المشهور وهذا الانتحار وهذه التضحية. لم يكن لي يوما أنسى، كنت أحتفظ دائما عندما أرسل إلي وقال لي أنت آمر المكتب الإعلامي العسكري وأنت المغرب في باسم القوات المسلحة، فذهبنا بذلك. وعندما وجدني لم أسير وراه يوما في أخطائه وكوارثه، وقال لي في فمه بجنس شفاه، قال لي أنت يجب أن تقف عن تصريحات، ويجب أن زي ما نقولها باليمين وتقولها بالشمال. أنا لن أقف إلا مع الحق ولن أقول إلا الحق حتى ولو كان على رقبتي. مأساة يا سادة، مأساة يا ليبيين. أنا لم أقل هذا الكلام مثل ما الآن يشمل علينا حربا إسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقولون عندما جاءت وزارة الدفاع إلى العقيد المهندس البطل الذي ذهب إليه، وأنا لم أذهب إليه مباركا ولا مهنئا ولا مصفقا ولا مزمرا، ذهبت إليه كمناضل كقائد لمحور وكتيبة مواويل 204. أنا لم أوافق يوما ولن أوافق يوما على حكومة الوصاية والأمانة، ولكن أنا أحيي هذا الرجل الشريف في ذاته في أصله، ويعني لا بأس إذا أتى في وزارة الدفاع وكانت الكرة في ملعب الشرفاء. أليس استثناء خليفة حسن إلى قبلر وضعوه في قالة المجاهدين؟ لماذا الآن عندما أتت وزارة الدفاع إلى العقيد المهندس الذي الدراسي يريدون قول عنا يقولون فينا ما لا نستحقه ولا يملكون أن يقولون فينا شيئا، والحمد لله نحن أمام الله صافيين أنقياء لن يستطيعون. الأمر الأكبر والأجل أننا البارحة كنا في اجتماع معين في منطقة حي السلام عند أبناء عملتنا وعند أصحابنا وأصحابنا، أطلق علينا النار نعما ووجهت إلينا قضايا في الغاية. واليوم عندما خرجت في المؤتمر الصحفي بالمباشر على الإسفنجي قاموا بالتشويش علينا، ثم قاموا بإطلاق النار علينا، ولكن لم نتزحزح ولن نتزحزح من أماكننا. من يذكرنا لهؤلاء المسلمين ولا غيرهم عن المسار الصحيح وعن تصحيح عملية الكرامة والشرف والعزة. هذه العملية التي دخلت في التاريخ من طريقة من أوسع أبوابها برجال الشرفاء، وليس بهذه البطولة التي أهلكت الحس والنسل. يعني الحقيقة
أمور لا يسمح حتى الوقت لذكرها، ولكن نقول تحية لكل الشرفاء الأبطال، تحية لكل الليبيين الشرفاء الأحرار. ونحن الآن نقول له الآن كل أبنائنا والقبيلة والأصحاب والأصدقاء وكل الحمد لله من محبة الناس لنا، لأننا لسان حق من عندي بال عظيم. نحن لسنا سوى أسباب. نقول نحن لا نخشى إلا الموت، فمرحبا بالموت على يد طاغوت جبار وعلى مافية وبطانة فاسدة، ولكن سيأخذ الحق الله سبحانه وتعالى. لم نخشى الخوارج وهم يقطعون الرؤوس، هل نريد اليوم أن نخشى هذه البطانة الفاسدة المفسدة أن تحسر أعوانه؟ يا الله أن يفتحوا. وأطلقت عليه ولقد الصنديد الذي لا يتحقق ونسحبه من الآن ونعطيه للمقاتلين وصادة الشرفاء، لكن عندما انحرف عن المصالح وبدأ بالحقيقة تنزل لنا الحقائق أخيرا، ومؤخرا عن الطفل والاختطاف والتأجيج وانتهاك الحرمات وعزم المنازل، نقول له كفى وكلا، وسنقف بمنامنا حتى يكون الوطن آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لن نترك للعابثين، لو كنا نريد أن نترك للعابثين القتلة الطغاة لتركنا معمر القذافي الموجود على مدى 42 عام اسقطه الليبيين الاحرار. نحن لسنا مع سبتمبر ولسنا مع فبراير، نحن مع الوطن وللوطن. اجنتنا الوطن ثم الوطن ثم الوطن ثم الوطن، وعاشت ليبيا غالية حبيبة حرة أبية. والوجه الأخير لشهداء الوطن حتى وأنتم تذكروننا، ولكن تحذيري الأخير أن من هذه المحاولة البائسة اليائسة والله لن يقتلني إلا عمري وأجلي، ولن نخشاك وسأواجهك. لو كنتم رجالا لواجهتونا من أطلقتم النار علينا ليلا ويا من أطلقتم النار علينا نهارا وصرفتم اليوم صباحا وأطلقتم قضايا فرعون، كنتم مستعدين لهدم البيوت على رؤوسنا. ولو كنتم رجالا لفعلتموها. لم نبرح ولم نبرح أماكننا، وتحدثنا وسنتحدث وسنخرج عليكم بعون الناس بمؤتمر صحفي مصور. وعاشت ليبيا غالية حبيبة حرة أبية. الواجب العسكري لشهداء الوطن، وتحية لقناة وطن الكرامة صوت الحق وكرامة الوطن، والجناح الإعلامية للقوات المسلحة العربية الليبية ومن يقفون وراء المعدات الفنية والتقنية من جنود مشهورين وظاهرين. وبارك الله فيكم.